يا مساء الهدوء على كل القلوب الجميلة اللي بتسمعني دلوقتي. يمكن وانت داخلة على الفيديو ده قلبك شايل شوية تعب، أو دماغك فيها آلاف الأفكار. بس صدقيني، دي اللحظة اللي تعودي فيها لنفسك، اللحظة اللي تقولي فيها أنا ليا حق أرتاح، وليا حق أفهم الحاجات اللي بتوجعني بعيد. قبل ما نبدأ، لو دي أول مرة تنور القناة، يا ريت تشتركي وتنوري بيتنا الصغير ده، عشان بصراحة وجودك معانا يفرق. ولو انت من أهل البيت، يا أهلا بعودة روحك الحلوة. خدي نفس هادي وخلي قلبك يسمعني، عشان اللي هنتكلم فيه النهاردة ممكن يبقى نقطة التحول اللي كنت بتدوري عليها. فكملي معايا للنهاية، يمكن كلمة واحدة تغير يومك، أو يمكن تغير حياتك كلها. بصي، كلنا عندنا حتة جوانا بنخاف نقرب منها، بنخاف نبصلها كأنها شبح. بس الحقيقة هي ولا شبح ولا حاجة، دي حتة من حياتنا إحنا اللي سايبينها تكبر وتخوفنا. خلينا أقولك حاجة بصراحة، أكتر حقيقة بنهرب منها هي إن إحنا السبب في جزء كبير من تعبنا. مش الظروف بس، ومش الناس، ومش الحظ الوحش. لأ، أوقات كتير إحنا اللي بنسكت على حاجات مش راضيانا، إحنا اللي بنسكت على اللي بيقلل مننا، إحنا اللي بنأجل تغيير محتاجينه، وإحنا اللي بنقعد نستنى بدل ما ناخد خطوة. وإنتي فاكرة إيه؟ السنين بتعدي والخيبة بتكبر والقلب بيتقفل، وإحنا لسه بنقول إن شاء الله هبقى أحسن، بس ولا بنبدأ ولا بنحاول. الحقيقة اللي محدش عايز يواجهها هي إن كل واحد فينا عارف كويس هو محتاج يغير إيه، بس مش قادر ياخد أول خطوة. ليه؟ عشان بنخاف نوجع نفسنا، بنخاف نخسر ناس، بنخاف نبدأ من الصفر، بنخاف نعمل الخطوة اللي ممكن تغير حياتنا فعلا. بس بصي، الهروب ملوش آخر. انت ممكن تهربي من مواجهة، من قرار، من علاقة، من وظيفة، لكن عمرك ما هتهربي من نفسك. أفكارك هتلحقك، حسك الداخلي هيلف ويرجعلك، والوجع اللي جواكي مش هيمشي غير لما تتعاملي معاه. والحاجة اللي بتضيع سنين من عمرنا بجد هي إننا بنفضل نضحك على نفسنا، نقول أنا تمام وإحنا مش تمام، نقول مش فارقة وهي فارقة قوي، نقول هنتغير السنة الجاية وإحنا حتى مش عارفين نبدأ النهاردة. الحقيقة اللي بتهربوا منها إن مفيش حد هيجي ينقذكم، مفيش فارس أحلام، مفيش صديقة هتشيل عنك الدنيا، مفيش شغل هيصلح نفسيتك، ومفيش سفرية هتمسح وجع القلب. اللي هيصلح حياتك هو قرار واحد، إنك توقفي هروب وتواجهي. واجهي نفسك، واجهي غلطك، واجهي اللي كسرك، واجهي اللي خوفك، واجهي اللي استنزفك، واجهي الباب اللي لازم يتقفل، واجهي الباب اللي لازم يتفتح. لما تقفي قدام الحقيقة مهما كانت صعبة، هتتفاجئي إن وجع المواجهة أهون بكتير من وجع الهروب السنين دي كلها. والأجمل، هتكتشفي إن جواكي قوة ما كنتيش عارفة إنها موجودة، قوة هتبنيكي من الأول، وهتخليكي تشوفي نفسك بشكل مختلف، بشكل أصدق وأجمل وأقوى. وبآخر البودكاست ده خليني أقولك جملة واحدة: الحقيقة عمرها ما كانت عدوتك، الهروب هو اللي بيكسرك، ولما تبطلي تهربي هتبدأي تعيشي.